مرحبا يا جماعة، كيف حالكم؟ وش أخباركم؟ اليوم عدت لكم بفيديو جديد، وفيديو اليوم يعني أكيد بما أنه رمضان قد قرب فراح يكون تحضيراتنا وتجهيزاتنا لهذا الشهر الفضيل. فرمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير يا رب. هنا حبيت نشارك معكم تحضيراتنا لرمضان. خرجنا نشروا يعني بعض المقاضي وبعض المستلزمات اللي كانت خاصتنا. فيعني أولا توجهنا لقسم المنظفات والعطور وما إلى ذلك، عطور الأفرشة هذاك اللي وريتلكم تحفة صراحة، عنده وحدة الرائحة ولا أروع. توجهنا أيضا لقسم الأجبان، يعني حلة وزينة المائدة هي الأجبان والتونة، يعني اشترينا بعض المستلزمات اللي كانت ناقصتنا. أكيد يعني على الأقل الإنسان اليومين الأولين يكون عنده بعض المشتريات، فما يكونش يعني كل يوم يخرج يروح يشريه ويعاود يرجع. هنا بعد ما جيت للبيت ستفت يعني كامل وشرينا، ودرت لكم صورة سريعة. يعني شرينا الديول، كريمة طبخ، أجبان، أرز، قطايف، وشرينا أيضا الكاوكاو، ورق الطهي، المطارد، المايونيز، شامبينيون وما إلى ذلك. وفي اليوم اللي بعده حبيت نشارك معاكم زينتنا الرمضانية هذا العام. يعني أنا الأعوام التي مضت كنت يعني نشارك معاكم زينة وديكور في البيت. هذا العام لا مختلف، حبينا أن تكون الزينة أو الركن الرمضاني الأساسي برا يعني البيت في الفناء الخارجي. وعندنا يعني رايحة نديلكم زينة لوسط البيت. فشوفوا معي، درنا هاد العام خيمة رمضانية، بما أنه الخيمات راها دارجة هاد العام وفي هذا رمضان بالتحديد، وإحنا كانت موجودة عندنا، يعني ماشي شريناها خصيصا لرمضان، لا كانت موجودة، فقلت نستغلها ونديروها خيمة رمضانية وجلسة. صراحة جات الجلسة تحفة، زيناها بالأضواء وهذاك هنايا هلال، وهنايا درنا تاني فرشة، هاد الفرشة كانت موجودة عندنا. درنا تنسيقاتنا البسيطة بالأشياء الموجودة عندنا. هناك بعض الأشياء شريناهم، مثل الضوء هذا نتاع النجوم والهلال، هذا يعني شريناه جديد. درت تما كورنر أو زاوية فيها مصحف، فيها أهل رمضان، الفانوس وما إلى ذلك. هذه هي فرجة ممتعة، شوفوها وعطوني رأيكم في التعليقات.
أحبتي بعد ما فطرنا يعني تعرفوا كالعادة والمعتاد شحال مرة نديرو فيديوهات يوتيوب إحنا يعني أساسياتنا التمر عندنا الزميطة والرفيس، وشي نهار إن شاء الله رايحة نديرلكم طريقة تحضير الزميطة والرفيس بالتفصيل. إذا بعد ما فطرنا وصلينا المغرب هنا جينا حطينا الحساء، إحنا يعني نحطو شيء بشيء واش يقولوا step by step يعني ماشي كلش مرة إلا أنه كل مرة نحطو شيء معين، يعني أولا نكسرو الصيام من بعد نروحو نصلو ثم نحطو الحساء ومن بعد ماما هاي هنا تدينا في الشاي يعني نشربو الشاي مع البوراك وقلب اللوز وما إلى ذلك أو مع مملحات يعني على حسب واش حضرنا لهذاك اليوم، لأنه توجد بعض العائلات وكثير ربما من العائلات اللي يحطوا كلش مع بعض يعني حتى العشاء يتعشوا في المغرب نحن لا. إذا هذه هي والجلسة صراحة كانت تحفة يعني أجواء رمضانية بامتياز إن شاء الله تكون عجبتكم الأفكار حبيت نشاركها معكم. هنايا في العشاء ماما حضرت لنا رولي دجاج بالصوص سامبل مع شامبينيو السلطة والحميص وعصير الفواكه، يعني أمي تعشق شيء اسمه عصير الفواكه الطبيعي يعني وصراحة وللأمانة هي المسؤولة عليه في كل رمضان يعني هي اللي دايما تحضر لنا العصير. وهنا بعد ما كملنا حبيت نديكم معايا في جولة سريعة حبينا نروح نشرو الملابس لإخوتي كما أسيل شرينا لها عماد أيضا شرا خرجنا من أجل الحذاء وهنا يديتكم يعني جولة سريعة في المحلات شوفوا المحلات تاعنا وش فيهم صراحة جابوا ملابس جميلة جدا يعني ملابس راها دارجة في الموضة مؤخرا خاصة فيما يتعلق بالجينز جيباوات الجينز أو الصالوبات أو اسمها جامسوت يس هكذا. هنا صورت لكم برك يعني وش لقيت صورت لكن بالنسبة يعني لألبسة الأطفال تحفة تحفة. شوفوا هنا بعض الأحذية حتى الأحذية روعة يعني حتى شحال من موديل يعني تحتاري وش تدي أو وش تنسقي مع اللباس. هنا عماد كان يختار صراحة الشراء لكن يعني مشتريات العيد ستعرض بيومين أو 3 قبل العيد إن شاء الله مشتريات عماد وأسيل.